أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض المايونيز بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة موجودة عندنا كلنا في كل بيت. والأهم بقى من ده كله إنها وصفة اقتصادية جدا ومش مكلفة خالص ولا فيها أي تعقيدات هتقابلكم إن شاء الله. لما تجربوا الوصفة هتنجح معاكم من أول مرة. والمايونيز اللي بالطريقة اللي احنا اخترناها النهاردة دي ما أخدش مني وقت خالص ولا مجهود. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. أكيد رأيكم يهمني وهستنى تعليقاتكم. وقبل ما نبتدي الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بوصفاتي الجديدة. عشان نحضر المايونيز الخطير ده محتاجين كوبايتين وربع من الزيت. ويا ريت الزيت ما يكونش ليه طعم خالص ويكون نوعه كويس عشان ما يبانش طعمه في المايونيز. ومعلقة كبيرة مستردة، معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من الليمون، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وعندنا كمان 4 معالق كبار من الخل. لو حابين تحطوا معلقة كمان مفيش مشكلة، بس هي كده ان شاء الله تكون مظبوطة معاكم كويس قوي. بس هي دي المكونات اللي احنا محتاجينها عشان نطلع احلى مايونيز واحلى من بتاع بره كمان. حاجة مضمونة ما فيهاش مواد حافظة ولا فيها اي حاجة، بمكونات كلها من البيت. في وعاء عميق او برطمان اي حاجة تكون غويطة هنبتدي نحط المكونات كلها ورا بعضها. هنبتدي الاول بالبيض، وانا حابة النهاردة احط البيضة كاملة، مش هفصل الصفار عن البياض واشتغل بالصفار بس، عشان لما بنعمل كده بيدينا المايونيز اللي يكون لونه اصفر. فانا حابة يديني اللون الطبيعي بتاع المايونيز بتاع بره، فعشان كده هنشتغل النهاردة بالبيضة كاملة. وبعدين هنحط الملح وعصير الليمون ونحط المستردة. لازم نحط الكمية والمقادير مظبوطة عشان ان شاء الله الوصفة تنجح معانا من اول مرة. هي ما فيهاش اي تعقيدات خالص، يعني كلها حاجات بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، والنتيجة هايلة. وهنا هنضيف 4 المعالق بتوع الخل الابيض. وبعدين هنبتدي نضيف الزيت كله مرة واحدة. ليه بقى؟ عشان احنا هنشتغل بالهاند بلندر. لو هنشتغل بمضرب البيض فهنحتاج ان احنا نضيف الزيت واحدة واحدة عشان ما يفصلش معانا. انما احنا هنا النهاردة عشان هنشتغل بالهاند بلندر فهنحط المكونات كلها ورا بعضها وهنضرب على طول. ان شاء الله هتبقى النتيجة هايلة زي ما هتشوفوا دلوقتي. هايل. بصوا بدأ يطلع المايونيز اهو. لمجرد ان انا بس شغلت الهاند بلندر وحركته حركات بسيطة كده بدأ المايونيز يتكون تحت، وابتدي المكونات كلها تندمج مع بعضيها. بنستمر في الضرب كده لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعضيها ويديني القوام المظبوط بتاع المايونيز بتاع بره. بس ده طبعا احسن بكتير، ما فيهوش مواد حافظة ولا اي حاجة ولا الوان ولا اي حاجة. دي حاجات كلها طبيعية زي ما انتوا شايفين كده، كلها حاجات عندنا في البيت. وحاجة هايلة بصراحة، روعة روعة، وريحته جميلة يعني وانا بضرب كده بالهاند بلندر. الريحة بتاعته طالعة ريحة مايونيز خطيرة، ولونه تحفة، وسمكه كل ما ده بيتقل ويدينا القوام المظبوط. بجد بجد روعة، وطريقة سهلة جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتستفيدوا منها وتدعوا لي دعوة حلوة ان شاء الله. ودي الكمية كلها اللي طلعت لي، عمل لي نص كيلو من المايونيز وبولة صغيرة. ان شاء الله بإذن الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وفي امان الله.